السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمهور الزمالك العظيم. طبعا قبل ما نبدأ الفيديو عايزين ندعي لإخواتنا في فلسطين وفي غزة إن ربنا يرحمهم وربنا يكون معاهم، وإن شاء الله بإذن الله النصر قريب لإخواتنا في فلسطين. طبعا كل الدنيا دلوقتي والشغل الشاغل النصيبة اللي عملوها التلاتة اللي هربوا من المعسكر ليلة مباراة الزمالك وزد. فتوح وده اهم لاعب فيهم، لان هو كل الحوار عليه، وصبحي مصطفى الزناري اللي مش عارف يعني بعد ما بدأ يحط رجله في الملعب ويثبت نفسه في الزمالك بقى بيتعوج. الزناري اللي كان بيعيط عشان يشارك ثلاثة طبعا، يعني انا ما كنتش، يعني انا في اخر فيديو بعد المباراة كنت يعني ما كنتش اعرف هو ليه مستر اوسيريو اللي مشي بالسلامة وكسرنا وراه قلة، اللي مشي خلاص وكسرنا وراه 100 قلة، ليه استبعد فتوح والزناري من المباراة؟ صبحي كده كده مش فارق لأن عواد هو كان الحارس الأساسي، بس أنا كان يعني ما كنتش عارف إن ليه فتوح والزناري بالذات فتوح استبعد من مش في القايمة أصلا، لأن الباشا خد بعضه هو مصطفى الزناري ومحمد صبحي، وجالهم كمان عبد الله جمعه راحوا يسهروا في كافيه. ولما الكابتن عبد الواحد السيد عرف مدير الكوره وكلم فتوح وقال له لا انا هرجع بكره، قال له خلاص ما ترجعش. الموضوع ان فتوح بايع نادي الزمالك وده اهم حاجه، ده اهم لاعب هنتكلم عنه، لان احنا في الفتره الاخيره فتوح هيجدد للزمالك، فتوح عايز الزمالك، فتوح مش يعني عامل خاطر لجماهير الزمالك اللي صنعت اسمه وخلت له قيمه، نادي الزمالك اللي خلى له قيمه وجماهير الزمالك اللي خلت له قيمه. لا باع كل ده طز، مش فارق معايا. فتوح بيلوي دراع نادي الزمالك ومجلس اداره نادي الزمالك، ومش فارق معاه الجماهير، الباشا فتوح اللي هو اصلا ما عملش حاجه مع نادي الزمالك عشان يطلب الارقام دي كلها. عايز منحه تعاقد 60 مليون، منحه تعاقد، بسم الله الرحمن الرحيم، بمضي العقد اخد في ايدي 60 مليون، 60 مليون منحه تعاقد؟ ايه يا جدعان الملايين دي؟ ايه الارقام دي؟ دي منحه تعاقد مش عقد. 60 مليون نزلوا بقى 40 ولا 45 مليون، دي منحه التعاقد. عقد سنوي 25 مليون، كان 30 بقى 25 مليون. ده الباشا فتوح هو بيلوي دراع النادي ليه؟ لان هو مخلص في زد، الباشا طلع مخلص في زد، وده طبعا كوبري عشان يروح النادي الاهلي، عشان ما يبقاش خدنا، ما خدناش فتوح من الزمالك وش كده، ما يبقاش عقده خلص في الزمالك واحنا خدناه، ان الاهلي لعب في دماغه وخلاه ما يجددش للزمالك ويجي على الاهلي على طول. لا ده احنا نعمل له كوبري، بس مش كوبري خارجي، لا كوبري داخلي عن طريق زد اللي لسه طالع اول موسم، اللي طبعا مسؤولين كلهم اهلاويه وطبعا خدامين للنادي الاهلي. وطبعا يعني عرض على فتوح يعني فيلا 30 مليون في الموسم، غير امتيازات وهدايا وعربيات وحاجات، عشان يلعب يمضي لزد 3 سنين ويلعب اول موسم بعد كده يروح الاهلي، عشان ما يبقاش راح وش كده للنادي الاهلي. اصل خبطتين في الراس توجع. امام عاشور طلعتوه كوبري بره ورجع تاني، هنعمل لفتوح نفس الكوبري؟ لا، بدل كوبري خارجي هنعمل له كوبري داخلي.
30 مليون في الموسم وفيلا، يعني 90 مليون في الثلاث سنين، غير فيلا تمنها 25 30 مليون، الله اعلم. ما اعرفش ملايين دي كلها. انتوا يا جدعان مش الفلوس دي ايه بس؟ الفلوس دي ايه؟ وفتوح عايز من الزمالك 45 مليون منحة تعاقد و25 مليون عقد سنوي. ليه يا فتوح؟ انت عملت ايه في نادي الزمالك؟ فتوح لعب مع الزمالك 139 مباراة، 139 مباراة، جاب 5 تجوان، 5 اهداف، صنع 13 هدف في 139 مباراة. يا فتوح ده المليون جنيه كتير عليك، المليون كتير عليك، وانت عايز 25. انت هتجيب لي ايه يا فتوح؟ هتجيب لي ايه؟ افريقيا والدوري والكاس والسوبر؟ انت لو حسبت البطولات كلها، واللي احنا اصلا مش يعني السنه دي الزمالك بخ من بطولات بالشكل ده، بخ من بطولات. احنا في كارثه، نادي الزمالك في كارثه، وربنا يستر ومجلس الاداره يعرف يعمل حاجه، ما يبقاش الكلام اللي قبل الانتخابات ضحك على الدقون عشان ننجح ونيجي بس نمسك نادي الزمالك. ده اللي جماهير الزمالك بتتمناه، ان مجلس الاداره الكلام اللي اتقال والكلام والوعود اللي قالوها قبل الانتخابات تتحقق، يتحقق. انتوا عارفين ان نادي الزمالك فيه مشكله كبيره، وفي ازمه ماليه طاحنه، وفي ازمات، وفي غرامات، وفي نصايب سودا. عايزين حلول. فتوح انت مش عايز الزمالك في 60 داهيه، في 60,000 داهيه. مش هتفرق معانا، والله ما هتفرق معانا. احنا ما بندورش على لاعب، احنا بندور على الكيان نادي الزمالك. احنا متعودين خلاص، احنا عارفين ان الزمالك بيتحارب، نادي الزمالك بيتحارب. الاعلام على طول بيتكلم عن الزمالك وتقطيع في الزمالك، واي مشكله في نادي الزمالك قد كده بيخليها قد كده. تعالى بقى الناحيه التانيه، سكتم بطمن، سكتم بطمن، ولا كأنه شاف حاجه، ولا كأنه شاف حاجه. انما في الزمالك يعملوا لك من الحبه قبه. فتوح ماضي في زد مع مين؟ مع سيف زاهر. الاعلامي ماضي في زد مع سيف زاهر. الاهلاوي ليه؟ عشان رايح النادي الاهلي، عشان ما يبقاش ايه اسمه ايه انه طلع من الزمالك على النادي الاهلي مباشره. ما انت كده بقى بتزود الكراهيه، بتزود العويه. دلوقتي المفروض دلوقتي الدنيا هاديه، مفيش مرتضى منصور، مفيش اللي كان بيشتم. فاحنا نلعب بطريقه تانية بقى. عايزين فتوح بس هنجيبه عن طريق زد، و30 مليون وعربيه ومش عارف ايه وفيلا. هو ميسي ولا كريستيانو فتوح ده عشان ياخد الفلوس دي كلها؟ واي لاعب فيك يا مصر ما يستاهلش المبالغ دي كلها. مفيش لاعب في مصر بزيزو حتى يستاهل المبالغ دي كلها. انا ما اعرفش المسؤولين في مصر ورؤساء الانديه بيدفعوا المبالغ دي ازاي. ده صن داونز اللي كانت بتلعب الاهلي وطلعت الاهلي من البطوله، احسن لاعب فيهم واقوى لاعب فيهم واعلى عقد لاعب فيهم بياخد 400,000 دولار و300,000 و200,000 و100,000 دولار في الموسم. واحنا هنا بينا زي اوروبا، خلاص بينا زي اوروبا بال25 وال30 وال35. هو في ايه؟ في ايه؟ مش ممكن، مش ممكن. وهيبقى فيه منافسه ازاي؟ وكله الضرب على نادي الزمالك. انتوا عايزين ايه بالظبط من نادي الزمالك؟ بص يا فتوح، عايز تمشي في 60,000 داهية، وطبعا المجلس طلع وعرض التلاتة للبيع في يناير، اللي عايز يشتري يشتري ويشيل ويخلصنا. انما يا فتوح مش هتلوي دراع النادي، واخرتك هتبقى سودة.
واخرتك هتبقى سودة زي الاخت ايمان عاشور. اخرتها هتبقى سودة مهما عملت في النادي الاهلي، ومهما لعب ومهما عمل. اول بطولتين النادي الاهلي خسرهم على وش الحلوة ايمان عاشور. ربنا يحفظ فلسطين ويحفظ اهلنا في غزة، وان شاء الله باذن الله النصر قريب لاخواتنا في غزة. وبقول للزملكاويه ما تزعلوش على اي لاعب بيلو دراع النادي وبينسى ان نادي الزمالك هو اللي عمله، هو اللي صنع نجوميته، وكسروا وراه 60,000 قلة. السلام عليكم.